الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة قضايا وآراء. اليوم طبعا سنتكلم على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي في إقصائيات كأس العالم. ولا يسعنا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلا أن نهنئ هذا الفريق وعلى رأسه المدرب الركراكي بهذا الفوز الكبير وهذا التأهل للدور الثاني لإقصائيات كأس العالم. إذن هنيئا للفريق الوطني المغربي بهذا التأهل. وأيضا لا يسعنا إلا أن نبارك للشعب المغربي قاطبة داخل الوطن وخارج الوطن، أن نبارك له هذا التأهل وهذا الفوز الكبير للمنتخب المغربي في إقصائيات كأس العالم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذا التأهل ديال المغرب للدور الثاني راه ما جاش من فراغ. في الحقيقة ملي كنجيو نشوفوا ونبحثوا، والآن بغيت نتكلم معكم على اشنا هي الدروس واشنا هي الإيحاءات اللي يعني هذا المونديال هذا اللي دار في قطر، واللي هو واحد المونديال لا يشبه أي مونديال دار لحد الساعة. يعني عنده واحد النكهة خاصة وعنده واحد الصبغة خاصة. يعني أريد من خلالكم أن نشكر دولة قطر على هذا الإنجاز العظيم وعلى هذا التنظيم المحكم الإقصائيات كأس العالم في بلادهم، لأن فعلا نرى كيف أن هذا المونديال هذا هو تقريبا أحسن مونديال بامتياز، وعنده واحد النكهة وعنده واحد الخصوصية اللي ما كانتش عند أي مونديال تنظم لحد الساعة في العالم. إذا شكرا مرة أخرى لقطر ولقيادة قطر ولشعب قطر على هذا الإنجاز العظيم وهذا التنظيم المحكم لهذا المونديال. علاش قلنا بأن هذا التأهل هذا ما جاش من فراغ أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ لأن ملي كنشوفوا يعني الفريق الوطني المغربي كنلقاو بأن ديجا في 2018 كان من الممكن لهذا الفريق أن يتأهل للدور الثاني، ولكن الحظ لم يسعف الفريق الوطني المغربي آنذاك ولم يستطع التأهل للدور الثاني. ولكن هذا ما كانش كيعني بأن هذا الفريق ما كانش عنده الإمكانية للتأهل، بالعكس كانت عنده القدرات الكافية والإمكانيات الكافية والمواهب الكافية باش يتأهل للدور الثاني. ولكن هذه هي كرة القدم، مرة كتعطيك ومرة ما كتعطيكش. ولكن هذاك العمل لم يتوقف اللي كان دار حتى 2018، بقى العمل متواصل ما بعد 2018 حتى وصلنا لمحطة 2022. فهادوك الشباب اللي كانوا يعني عاشوا هذيك المرحلة وزنا عليهم شباب جدد، لقاو راسهم في 2022 على استعداد تام وعندهم يعني قدرات هائلة باش يحققوا هذا الإنجاز الكبير اللي حقوه في المونديال ديال 2022. إذن الدرس الأول اللي خصنا ناخذوه هو أن خص يكون عمل حقيقي وجاد، وتكون عندنا إرادة حقيقية. إذا كانت عندنا الإرادة الحقيقية وكان عمل سور لو تيران، عمل يعني على أرض الواقع ديال بصح ومتواصل وجاد، وتحطت إمكانيات للشباب المغربي، فممكن هذا الشباب أنه يخلق المعجزات ويصنع المعجزات. إذن هذا الدرس الأول والنقطة الأولى اللي خصنا نستافدوها من هذا المونديال. النقطة الثانية اللي أنا يعني استفدتها من هذا المونديال هو يعني هناك تلاحم كبير بين كافة
مكونات الشعب المغربي، هناك تلاحم كبير بين كل المواطنين المغاربة. فهناك روح وطنية قوية وجياشة، يعني تعم كل أرجاء الوطن، كل أرجاء المملكة، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، في كل المناطق بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. وحنا شفنا كيفاش أن الاحتفالات عمت كل الوطن المغربي وكل مدن المغرب، وكيف أن الأقاليم الصحراوية كانت أيضا يعني في الاحتفال وكانت سباقة للاحتفال. يعني كان هناك احتفال في المغرب كله بهذا الفوز الأول على بلجيكا والفوز الثاني على كندا وتأهل المغرب للإقصائيات، يعني الدور الثاني من إقصائيات كأس العالم. فهناك أيها الإخوة أيتها الأخوات تلاحم كبير بين المغاربة، يعني هذا سي كيلكو شوز دو ماجيك يعني و دامبورطون اللي يعني من خصوصيات الشعب المغربي ومن خصوصيات المغاربة. النقطة الثالثة، هناك يعني واحد يعني تكلمت على هذه الروح الوطنية، كتجلى أيضا هذه الروح الوطنية لدى الجماهير المغاربية. يعني عندما كنشوفوا الجماهير المغاربية في قطر، يعني كيف أنها صنعت الحدث، يعني الفريق الوطني باللعب ديالو في الملعب في لو تيران صنع الحدث، لأن كان منتخب قوي ومتماسك وتماسك أمام كرواتيا وانتصر على بلجيكا وانتصر على كندا، واستطاع أن يتماسك ويجتاز المرحلة الأولى وهو متقدم على الفرق اللي كانت كتكون المجموعة ديالو. وفي نفس الوقت كنا كنشوفوا أن الجماهير المغاربية صنعت أيضا الحدث في قطر من خلال هذيك الروح الوطنية القوية الجياشة اللي كانت كتخرج من الجماهير في كل يعني لقاء كان كيلعبوا الفريق الوطني المغربي، الى درجه ان النشيد الوطني اللي كان كيتردد يعني قبل الانطلاق المباراه اصبح الان يعني معظم الشعوب العربيه ولات يعني كتعرف الكلمات ديالو وحافظاه وكتردو هي ايضا مع الجماهير المغربيه، فاصبح يعني نشيد العرب ونشيد المونديال في قطر. وتمت الإشادة بالجماهير المغربية في قطر من طرف عدة متابعين وعدة مختصين في المجال الرياضي، واعتبروا بأن هذا الجمهور حقيقة يعني كان جمهور كبير جدا وجمهور عظيم ويستحق أن ننحني له، خاصة أنه كان كيشجع الفريق ديالو بأدب واحترام وما كانش كيدير فوضى ولا كيخلق مشاكل ولا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. أيضا أيها الإخوة يعني كاين نقطة أخرى خصنا ننتبهوا لها وهي اللي مهمة جدا وهي اللي ممكن أننا نستوحيها من هذا المونديال هذا، هو أن عندما نثق في أطرنا الوطنية فإننا نستطيع أن نصنع الحدث وأن نصنع المعجزات. خصنا نغيروا العقلية اللي عندنا الآن ما زالت يعني كتأثر فينا كثيرا في البلاد، وهي أنه علينا أن نغير النظرة ديالنا لبعضياتنا، يعني أن يجب أن نثق في بعضنا البعض وأن نثق في قدراتنا وفي أطرنا الوطنية. فإحنا شفنا كيفاش أن هذا المدرب هذا رغم أن كان عنده شهرين باش يوجد لنا فريق ومنتخب وطني قوي ويعني مونطالمون مستعد أنه يواجه أكبر الفرق، يعني في ظرف شهرين استطاع أن يفعل ذلك، رجع الثقة في اللعابة واعطاهم ثقة في أنفسهم وزرع فيهم هذيك الروح القتالية، بحيث أن غادي نمشيو وغنحاولوا بكل إمكانياتنا أننا نصنعوا الحدث
ونتأهلوا للدور الثاني، ولما لا نمشيو أبعد. المهم أننا نلعب كرة القدم بجدية، وأننا نكونوا يعني في الملعب كنلعبوا مزيان، وكنعطيو اللعب ديالنا وكنعطيو الجهد ديالنا. وديك الساعه الا كانت النتيجه ايجابيه فبها ونعم، الى ما تمكناش فماشي هذا هو المشكل. المهم هو اننا كنعطيو في الملعب وكنبينوا على اننا اون ناسيون دو فوتبول حقيقه، وهذا راه واقع، ماشي يعني مساله مخترعه. النقطة الأخرى أيها الإخوة، وتكلمت عليها في البداية، أنه لا بد أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية، ويعني ان ترافاي دو فون، يكون واحد العمل اللي هو جاد ومتواصل، يكون من كيبدا من لي كلوب في البطولة الوطنية، يعني من هذوك الفرق ديال البطولة الوطنية. خص يكون عندنا أندية قوية كنكونوا فيها شباب المستقبل اللي غيلعب كرة القدم. يعني كنبداو نكونوا الأطفال في كرة القدم وهما صغار، وكنبقاو غادين بهم، وكنجبدوا المواهب وكنحطوها من بعد في الفريق في الفرق الوطنية. إذن خص أيها الإخوة يكون وأيتها الأخوات يكون عندنا هذا العمل ديال لو فون، ما نبقاوش يعني يكون تأهل المونديال استثنائي والنتائج اللي كنجيبوها استثنائيه. هذه كتجي علاش؟ لان ما كاينش هذاك العمل هذاك على ارض الواقع، ما كاينش هذاك لو ترافاي دو فون، وهذاك لو ترافاي اللي كيكون متواصل، كتكون واحد الخدمه كونتينيو. فاحنا كنحتاجوا لهذاك العمل المتواصل وهذاك العمل الجاد، وهذا كيتطلب اراده سياسيه، وكيتطلب اننا نجريو على كاع هذوك الفاسدين والمفسدين وهذوك الانتهازيين اللي جايين داخلين غير كيشوفوا غير المصالح ديالهم، ونعتمدوا على اطر حقيقيه وطنيه قويه تحب المغرب وتحب الوطن وتحب المغاربه. ايضا ايها الاخوه، واحد النقطه مهمه جدا ما خصناش ننساوها، وهي الجاليه المغربيه. يعني اغلبيه اللعابه اللي كانوا لاعبين هم ابناء الجاليه المغربيه، ومره اخرى الجاليه المغربيه تؤكد على مدى انتمائها للوطن. يعني كتاكد هذه الجاليه هذه، يعني صراحه المغرب عنده واحد لو تريزور كبير اللي هي الجاليه ديالو. فكتطلب هذه الجاليه هذه من المسؤولين داخل الوطن انهم ينتبهوا لها، وانهم يديروا واحد لانفستيسمون امبورطون تجاه هذه الجاليه هذه، تكون اون ريكونيسانس لهذه الجاليه، ونديروا كل ما في وسعنا داخل الوطن باش ان هذه الجاليه تكون عندها بلاصتها في المغرب كما يجب ان يكون. وبالتالي يعني راه قلت لكم يعني الاغلبيه تاع لي جوار، الاغلبيه تاع اللعابه كانوا يعني من ابناء الجاليه، وحنا شفنا كيفاش يعني هاد اللعابه كيفاش كانوا كيتقاتلوا داخل الملعب من اجل الرايه المغربيه ومن اجل المغرب ومن اجل المغاربه. اذا شكرا للجاليه المغربيه عبر العالم. وحنا شفنا الاحتفالات ايها الاخوه ايتها الاخوات، راه الاحتفالات لم تكن مغربيه، كانت احتفالات عالميه، ما بقاتش يعني قاره في العالم الا وكانت فيها احتفالات بالتاهل ديال الفريق الوطني المغربي. وشفنا كيفاش ان فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، المانيا، هولندا، امريكا، كل الدول في العالم كانت فيها احتفالات. المغرب ايضا يعني كانت هناك احتفالات، وكل الشعوب العربيه شاركت المغاربه في احتفالاتهم، بما في ذلك الشعب الفلسطيني في غزه وفي الضفه، يعني كان هب ليعبر عن فرحته وعن تآزره وتضامنه مع الشعب المغربي. وهنا أيها الإخوة خصنا نفهموا بأن هذا الكأس وهذا المونديال هذا اللي تنظم في قطر
كانت عنده واحد النكهة خاصة. علاش؟ لأن كانت القضية الفلسطينية حاضرة خلال كل هذا الدور الأول، وغتشوفوا بأنها غتبقى حاضرة خلال الإقصائيات اللي جاية. يعني هذا المونديال هذا كانت فيه فلسطين حاضرة، والفضل الكبير رجع للجماهير المغربية اللي كانت تغني لفلسطين في كل لقاء كان كيديروا الفريق الوطني المغربي، إلا وكانت الجماهير المغربية تغني لفلسطين، وإلا وكانت أعلام فلسطين ترفرف فوق سماء قطر. هنيئا للمنتخب المغربي مرة أخرى بهذا الفوز وبهذا التأهل، ومبروك على الشعب المغربي قاطبة ملكا وحكومة وشعبا على هذا الفوز وعلى هذا التأهل، وإلى تألقات أخرى وانتصارات أخرى للفريق الوطني المغربي. وأدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتشجيع القناة، وخليوا لنا التعليقات ديالكم واش نتوما فرحتوا ونشطوا لما انتصر الفريق الوطني المغربي. نتوقف عند هذا الحد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.